تعالوا كده نتخيل مع بعض عالم الابلكيشن سي بتشتغل بسرعه وريسورسز قليله وسهل ان احنا نديرها. فاسمحوا لي بالفرصه دي اني اتكلم معاكم عن الفرق ما بين الكونتينرز والفيرتشوال ماشينز. خليني اسالكم سؤال، يعني ايه اصلا كونتينر وفيرتشوال ماشين؟ وازاي بيتناسبوا مع الطريقه اللي بنبني ونصمم بيها التطبيقات الحديثه على الكلاود؟ فحضروا القهوه المتينه والورقه والقلم وتعالوا. اللي اول مره يشوفني، انا مصطفى وشغال كلاود اركتكت ريد هات. تعالوا في الأول نتكلم عن بعض الاختلافات اللي ما بين الكونتينرز والفيرتشوال ماشينز. فأكيد معظمكم تعامل مع الفي امز، وده اختصار للفيرتشوال ماشينز. وفي منكم اللي اشتغل على الكونتينرز او اشتغل بالكونتينرز لو شغالين في حته الابلكيشن مودرنايزيشن والمايكرو سيرفيسز. واللي فيكم ما يعرفش يعني ايه مايكرو سيرفيسز فممكن تشوفوا الفيديو ده، وهسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن او فوق هنا. الكونتينرز والفيرتشوال ماشينز هم في الاخر يندرجوا تحت بند الفيرتشواليزيشن، بس في فرق ما بين الاثنين لان الفيرتشواليزيشن انواع. فتعالوا نتكلم على الفيرتشوال ماشينز الاول، اللي احنا بنسميها الهاردوير فيرتشواليزيشن او تايب 1 او فول فيرتشواليزيشن. عشان الفيرتشواليزيشن بيحصل على مستوى الهاردوير، فعندنا تحت خالص الهاردوير، وبعد كده فوق الهاردوير بنطبق حاجه اسمها الهايبرفايزر. والهايبرفايزر هو عباره عن طبقه ما بين الفيرتشوال ماشينز والهاردوير، عشان نعرف نعمل كرييت او ننشئ الفيرتشوال ماشينز، ونخلي الفيرتشوال ماشينز تعرف تتواصل مع الهاردوير ده. وكمان الهايبرفايزر مسؤول انه يقسم الريسورسز او الموارد بتاعه السيرفرات الفيرتشوال ماشينز، زي مثلا الرام والسي بي يو والستورج الى اخره من موارد. وكل ده بيتعمل له فيرتشواليزيشن عن طريق الهايبرفايزر. وفوق الهايبرفايزر بنبتدي ننشئ الفيرتشوال ماشينز بتاعتنا، وعندنا تايب 2 فيرتشواليزيشن، وده بيحصل على مستوى الاوبريتنج سيستم، وده اللي معظمنا بيشتغل بيه في البيت او لما بنكون عايزين نجرب حاجه زي مثلا الفيرتشوال بوكس. زي مثلا ان انا بيكون عندي السيرفر وفوقيه الاوبريتنج سيستم، وفوق الاوبريتنج سيستم بنبتدي نعمل كرييت للفيرتشوال ماشينز من خلال المانجر بتاع الابلكيشن اللي مسؤول انه يعمل كرييت للفيرتشوال ماشينز دي. واللي شبه التايب 2 فيرتشواليزيشن عندنا الكونتينرز، عندنا الهاردوير، وبعد كده عندنا الكيرنل او الاوبريتنج سيستم بتاعنا. والكيرنل هنا ببساطه هي الطبقه او اللاير اللي بنتعامل معاها من خلال الابلكيشنز اللي عندنا عشان ننفذ اوامر معينه. فالكيرنل بتاخد الكلام ده وتحوله للغه الهاردوير يقدر يفهمها. وفوق الكيرنل او الاوبريتنج سيستم عندنا الكونتينرز، وده اللي بنسميه الاوبريتنج سيستم ليفل فيرتشواليزيشن. تعالوا بقى نتكلم عن مستوى العزل او الايزوليشن ليفل، وتعالوا نبدا بالفيرتشوال ماشينز. فزي ما قلنا عندنا السيرفر او الهاردوير، وفوق الكلام ده عندنا الهايبرفايزر. وفوق الهايبرفايزر عملنا كرييت لثلاثه فيرتشوال ماشينز مثلا. وهنا ده بيدينا الامكانيه ان احنا نتعامل مع السيرفر ده على اساس انه اكتر من كذا ماشين، لان كل فيرتشوال ماشين من دول معزوله تماما عن التانيه، ملهاش علاقه بيها ولا تعرف عنها اي حاجه. الحاجه الوحيده اللي مشتركه ما بينهم انهم بيتشاركوا في الموارد بتاعه السيرفر اللي هم قايمين عليه بس. على عكس الكونتينرز، احنا بنتعامل اكتر مع البروسيس ايزوليشن، لان في الاخر الابلكيشن او الكونتينر اللي عندي هو عباره عن بروسيس بتشتغل على الاوبريتنج سيستم بتاعنا. زي مثلا ناخد مثال، انت مشغل فايرفوكس ومشغل ميديا بلاير وبتطبخ حاجه مثلا، كل ده بتعمله من على نفس الاوبريتنج سيستم، بس كل بروسيس او تطبيق ملوش علاقه بالتاني خالص. وهنا يجي في دماغنا سؤال، طيب هو ازاي اضمن الابلكيشنز دي ما تشتغلش او تستغل موارد او ريسورسز كتير على السيرفر او كل الريسورسز بتاعت السيرفر بتاعي؟ وهنا يجي دور الكونتينرز. زي ما قلنا هم بيشتغلوا على نفس السيرفر، كمان بيستخدموا نفس الكيرنل. بس اللي بيحصل حاجه غريبه، ان كل كونتينر تحس انه شغال لوحده وكانه السيرفر مستقل، مع ان اللي جوه الكونتينرز اللايبرز بس والحاجات اللي محتاجها الابلكيشن عشان يشتغل. وبنقدر نشغل اكتر من كذا كونتينر مع بعض، وفي الاخر ولا كونتينر يعرف حاجه عن الكونتينر التاني. وزي ما قلنا ده بنقول عليه البروسيس ايزوليشن. طيب مصطفى، هو ازاي البروسيس ايزوليشن دي بتحصل؟ كده بدانا نسال اسئله صح. تعالوا اقول لكم ازاي ده بيحصل. احنا قلنا في الفيرتشوال ماشينز الايزوليشن بيحصل على مستوى الهاردوير، فكل فيرتشوال ماشين بتقدر تستخدم موارد او ريسورسز بتاعه السيرفر من خلال الهايبرفايزر. اما في الكونتينر بيحصل بروسيس ايزوليشن، وده من عن طريق الكيرنل. وفي خصائص في الكيرنل هي اللي بتسمح بده. اول حاجه وهي النيم سبيسز، وده اللي بيسمح ظاهريا ان كل كونتينر كانه ليه الاوبريتنج سيستم الخاص بيه. تاني حاجة عندنا السي جروبس أو الكنترول جروبس، ودي اللي مسؤولة إنها تراقب وتقيس الريسورسز بتاعتنا عشان تضمن إن مفيش أي كونتينر يشتغل أو يستغل موارد أكتر عن اللي هو محتاج.
ونقدر نحدد الموارد أو الresources اللي بيستخدموها، فبيبقى عندنا التحكم ونقدر نوفّر resources قد إيه للcontainers بتاعتنا. تعالوا بقى نتكلم عن سهولة والمرونة لنقل الvirtual machines والcontainers. في الvirtual machines عندنا مرونة في الحركة، لإن في الآخر إحنا بنتعامل مع virtual machine اللي هي بتستخدم resources من الhardware. ففعليًا أنا لو عايز أنقل الvirtual machine دي لserver تاني، كل اللي أنا محتاج أتأكد منه إن الresources اللي بتستخدمها الvirtual machine متاحة على السيرفر التاني وخلاص. أما بالنسبة للكونتينرز فعندنا مرونة في الحركة، لأن في الآخر إن الكونتينر هو عبارة عن فايل زي ما هو معروف الدوكر فايل، فهو عبارة عن شوية سطور بنعرف فيها إزاي الكونتينر بتاعي يتبني ويشتغل، وفي الآخر بناخد الفايل ده بنشغله على الأوبريتنج سيستم وشكرا. ولو عايزين تعرفوا أكتر عن الدوكرز فشوفوا الفيديو ده، وهاسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن أو فوق هنا. ولو عايز أشغّل الكونتينر ده على سيرفر تاني، هاروح واخد الفايل ده وعامل له run على الoperating system اللي موجود على السيرفر التاني وشكرًا. فالاتجاه دلوقتي الناس بدأت تفكّر إزاي نقدر ندمج استخدام الvirtual machines اللي تشتغل على الoperating system مع الcontainers، زي مثلًا الOpenShift virtualization اللي نقدر ننشئ virtual machines وcontainers وما يبقوش بينافسوا بعض. لأ، إحنا نفكّر إزاي ممكن نخلّي الاتنين technologies دول يشتغلوا مع بعض. وغير الأوبن شيفت عندنا الكوبرنيتس اللي بيعتبر من أكتر الأوركستريشن تولز برضه المستخدمة، ولازم نعرف إزاي نستخدم الكونتينرز اللي هي زي الدوكرز والأوركستريشن تولز زي الكوبرنيتس، بل هم وسيلتين أو اتنين تولز مكملين لبعض. فشوفوا الفيديو ده علشان تعرفوا أكتر هل في فرق فعلا ما بين الاتنين ولا لأ. سلام.